مرحبا بكم. وصفتنا اليوم ان شاء الله غادي تكون سندويتشات اللي سهله اقتصاديه. غنحضروا الخبز وغادي نحضروا واحد الحشوه اللي كتجي رائعه ولذيذه. بما اننا كندخلوا هاد الوقيته للعمل وكنرجعوا للمدارس ديالنا، كنحتاجوا بحال هاد النوع ديال السندويتشات. كنتمنى تابعوني حتى الاخير وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي. اول حاجه هنايا غادي نحتاجوا 600 غرام ديال الدقيق، غادي نديروا نصف ديال القمح ونصف ديال الفرص، معلقه ديال السكر، غادي نحتاج واحد شويه ديال الملح. السكر الدور ديالو هو كيحمر لينا شويه العجين. غادي نحتاج واحد الملعقه كبيره ديال الخميره ديال العجين. هنا غادي نخلطوا النواشف مزيان مع بعضياتهم، وغادي نبقاو كنعجنوا بالماء الدافي ولا الماء الفاتر. كنبقاو نصبوا شويه بشويه وحنايا كنعجنوا. تقريبا غادي نحتاج واحد 600 غرام ديال الدقيق. من بعد ما غادي نجمع العجين ديالي وغادي ندلكو مزيان، غادي يكون هذا هو القوام اللي غنحصلوا عليه. غادي ندهنوا بواحد شويه ديال الزيت النباتي وغادي نغطيوه ببلاستيك غذائي وغادي نخليوه على جنب حتى غادي يضاعف الحجم ديالو. بالنسبه للحشوه هنايا غادي نحتاجوا الكباديه والقناصي ديال الدجاج. الا ما كانوش كيعجبوكم ممكن تستبدلوهم بصدر الدجاج. هنايا غسلتهم مزيان بالملحه والخل وواحد شويه ديال الحامض. من بعد غادي ناخذ واحد الكاسرول، غادي ندير فيها واحد الكميه ديال الماء، غادي نوضعوا القشيشات ديالنا ولا دوك الكبادي والقناصي وغادي نخليوهم يطبخوا هكذا باش كتحيد لنا ليهم كاع ديك الزفوريه وداك الدم اللي ما بغيناش. غنزيدوا عليهم واحد ربيع ديال الحامضه. من بعد ما طابوا غادي ناخذوهم وغادي نقرضوهم. انا ملي كنجيب الدجاج كناخذ ديك الكبده والقنصه والقلب ديالو، كنخليهم في الفريغو حتى كيتجمعوا ليا. حتى كندير واحد الكميه اللي مهمه وكنصايب بها شهيوات ووصفات اللي كيكونوا مختلفين. كنتمنى ترجعوا للقناه ديالي، راه فيها بزاف ديال الوصفات اللي غادي تستافدوا منهم. وهنايا غادي نقطعوا دوك الكبادي والقناصي والقلوبه ديال الدجاج. هنايا غادي ناخذ واحد المقلاد، غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت، غندير واحد 3 الفصوص ديال الثوم اللي غادي يكونوا محكوكين. غادي نبقاو كنقليو المكونات ديالنا مع بعضياتهم مزيان. غنزيد واحد 3 الحبات ديال البصل اللي غادي يكونوا مشلضين رقاق. غنزيدوا عليهم واحد شويه ديال الملحه. هنا كنبقى نقلي ديك البصله حتى غادي تحمر ليا وغادي تذهب ليا شويه اللون ديالها. باش ما تحمرات كتعطيكم واحد النكهه لذيذه للحشوه ديالكم. من بعد ما غادي تحمر لينا وتقلى مزيان ديك البصله، غنزيد عليها دوك الكبادي والقناصي اللي قطعنا من قبل. غنحركوا المكونات ديالنا مع بعضياتهم مزيان. وهنا غادي نزيدو التوابل اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي نزيدوها، غادي نزيد واحد شويه ديال المطرد، كيعطينا واحد الحموضه واحد النكهه لذيذه للحشوه ديالنا. من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الخرقوم، تقريبا عندنا ملعقه صغيره ديال الخرقوم. غادي نحتاج واحد شويه ديال البزار ولا الفلفل الاسود، واحد شويه ديال السكنجبير، واحد شويه ديال الكمون، واحد شويه ديال التحميره ولا البابريكا. ممكن تزيدوا ايضا واحد شويه ديال الهريسه للناس اللي كيعجبهم الحار. هنا غادي نبقاو كنقليو المكونات ديالنا مزيان حتى غادي ندمجوا مزيان مع بعضياتهم. غنزيد واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس. انا عندي هنايا جامد، ممكن نتوما ديروا الطري غادي يكون من الاحسن. غنزيد واحد شويه ديال الزيتون اللي غادي يكون مقطع. حتى هذا الزيتون كيعطينا واحد النكهه لذيذه واحد الحموضيه للحشوه ديالنا. في الحقيقه انا حتى وجدت الخبز كامل وجدته طيبته عاد حضرت هذه الحشوه، ولكن مع التصوير نتوما غادي تختاروا اللي عجبكم.
هنا غادي نغطيو على المكونات ديالنا وغادي نخليهم على جنب. دابا بالنسبه للعجين من ضاعف الحجم ديالو، هذا هو الشكل اللي غادي نحصلوا عليه. غادي نجمعوا ديك العجينه مزيان. كتجي واحد العجينه اللي مشفشه من الداخل كيف ما كنقولوا، كتجي مقطنه. غادي نحطوا العجين ديالنا على سطح العمل من بعد ما رشينا بشويه ديال الدقيق. من طبيعه الحال كنبقاو كنستعنوا بالدقيق حتى غادي نكملوا العجين ديالنا كامل. غادي نقطعوه كويرات اللي غادي يكونوا متوسطين، وانتم غادي تحكموا على حساب الحجم ديال الخبز اللي بغيتو. غنجمعوا العجين ديالنا وغادي نكوروه كويرات. هنا غادي ناخذ واحد الدلاك، غادي نحطوا واحد الكره على سطح العمل. غادي نحاولوا نسرحوها بالدلاك من الجوانب على شكل طولي. من بعد كنبقاو نجمعوا داك العجين ديالنا، وفي الاخر كنجمعوا دوك الجوانب هكذا. ما غاديش تحل لينا الخبزه ديالنا من الطيب ولا الكميره ديالنا. بنفس الطريقه غادي نكملوا حتى غادي نكملوا كاع الكميه اللي عندنا. كناخذوا الدلاك كنسرحوا العجين على شكل طولي. من بعد كناخذوا واحد الجانب وكنبقاو كنجمعوا العجين وكنقفلوا العجين ديالنا في الاخير. من بعد ما غادي نسالو العجين ديالنا كامل، غادي ناخذ واحد الطاوه اللي غادي ندخلوها للفرن. ممكن تفرشوا على ورق الفرن. غادي ندهنوا بواحد شويه ديال الزيت الطاوه ديالنا. غادي نحطوا داك الكومير. من بعد كندهنوه بالماء هكذا باش غادي تلصق فيه ديك السميده اللي غادي نرشوها من الفوق. وممكن ايضا نرشوه بواحد شويه ديال الجنجلان، الحبه السوداء، زرعه الكتان، الشوفان، اي حاجه بغينا نزينوا بها الكومير ديالنا. انا درت واحد شويه ديال السميد. هنا غادي ناخذوا نفس الكومير. انا درت فيه واحد شويه ديال الجنجلان، واحد شويه ديال السانوج. من بعد درت واحد الخط في الوسط ودرته في الفران حتى طاب، وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما كنخرجوه. دابا ممكن نعمروه باي حاجه بغيناها، وكيف ما كيبان لكم راه كيجي مقطن من الداخل وكيجي رطب. انا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. وهذا الخبز اللي رشينا بالجنجلان والحبه السوداء من الفوق ولا السانوج. من بعد ما طابت ليا الحشوه ديالي غادي ناخذها وغادي نعمرها في هذوك الخبيزات ديالنا ولا داك الكومير ديالنا بهذه الطريقه. ممكن ايضا نزيد واحد شويه ديال المخللات بحال كورنيشون ولا الزيتون ولا اي حاجه بغيناها نزيدوها من الفوق. انا غادي نزيد واحد شويه ديال الفرomage. من بعد غنزيد واحد شويه ديال الجبن. ممكن ديروا اي نوع ديال الجبن كمتوفر عندكم. من بعد ما كملنا الكميه ديالنا كامل، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كيجي رائع ولذيذ. غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا هاد السندويتشات كيفاش كيجيو من الداخل. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم. والا كنت اول مره كتشاهدوا القناه ما تبخلوش عليا، اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي.
وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي عرفتوهم كيعجبهم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات ولا هاد الوصفات. وصلت معكم لنهايه الفيديو، تنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبله ووصفات مقبله. انتظروا دائما الجديد ديالي وما تنساونيش بالدعم ديالكم، وبسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.